بشهادة كل اللي دقوها أنا بعمل أحلى طبق كبسة باللحمة، سهل من غير افتكاسات كتير وبالطريقة الأصلية، واللحمة دايبة دوبان. يلا بينا نعملها سوا. في حلة سخنة على النار هضيف مكعبين من الزبدة أو السمنة، وهضيف عليهم شوية من الزيت، بصلاية مفرومة، جزراية مبشورة، شوية من ورق اللورة والحبهان والقرفة والقرنفل، وشوية توابل هكتبها لكم تحت الفيديو في الكابشن. هنقلبهم كويس على النار. انا عايزه كل الكلام ده يشرب من التوابل الحلوه دي. قطعيه اللحمه حسب اختيارك، ممكن تختاريها فيها نسبه من الدهون، لكن انا بحب اللحمه الصافيه عشان كده اخترتها من السمان. هنقلبهم كويس جدا مع بعض. هضيف الصلصه وارجع اقلب مره تانية. انا عايزه على نار متوسطه اللحمه تشرب من التتبيله والخلطه اللي موجوده دي. هضيف الطماطم وكل الحاجات يا جماعه هكتبها لكم بالتفصيل تحت الفيديو. هضيف الميه المغليه واسيبها تستوي على نار هاديه. مجرد ما اللحمه بتستوي والميه بتقصر كده بضيف مرقه لحم فوريه بدل الملح، انا بحب جدا طعمه في الكبسه. وبضيف الرز البسمتي بتاعي بعد ما غسلته وصفيته كويس. ارجع اغطيه مره تانية، وكميه الميه زي ما انتم شايفينها كده بالظبط علشان الرز يستوي براحته. وطبعا ما تنسوش اللوز والزبيب المتحمص، وشويه بقى من سلطه الدقوس او سلطه الزبادي بالنعناع زي ما انا بحبها. جربوها يا جماعه هتنبهروا بالنتيجه وبألف هنا.